وبنبتدي يوم جديد، شمس تنور كل بيت، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صباح الهنا، صباح يعني ايه، صباح روايح الشتاء الحلوة. عاملين ايه يا احلى عيلة في الدنيا، واحلى اخوات، واحلى متابعين، واحلى فانز. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. النهاردة عندنا فيديو جديد وروتين جديد كله طاقة ايجابية. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفادي مني. لو انت بقى اول مرة تشوفيني اتمنى انك تشتركي في القناة، واهم حاجة انك تفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار من قناتي كل ما انزل فيديو جديد. ولو انت معايا على القناة مشرفاني ومنوراني، وما تنسوش تحطوا اللايك وتسيبولي تعليق حلو من ايديكم الحلوة. النهاردة عندنا روتين كله طاقة، يلا بينا نشوفه هنعمله ايه. زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو، فطرت وعملت الكوفي ماكس بتاعي وظبطت الدماغ وظبطت الطاسة كده، وبعد كده ايه، نشوف يومنا بقى هيمشي ازاي. بصوا يا ولاد، مفرش السفرة ده كنت فرشاه من ساعة العيد، فخلاص جاب اخره، فقلت بقى ايه لازم اغيره. فهشيله كده ومشغله الغسالة عشان على طول هحطه في الغسالة، ياخد له فمين ينضف على طول ويتشال، عشان وقت ما عاوز اشيل التاني يبقى ده معايا، لان انا ما عنديش غيرهم هما الاتنين، ببدل ما بينهم. تمام. فهنا بقى انا ايه، انا كنت اساسا كل ما اقول لجوزي عايز اغير مفرش السفرة يقول لي حاضر ويطنشني، عايز اغير مفرش السفرة يقول لي حاضر ويطنشني. ليه؟ لان انا بخاف اشيل الازاز تقيل، وبخاف اشيله يتكسر، لاني بصوا الازاز تقيل يعني. فانا فكرت فكره كده، قلت ايه، ارفعه لفوق واحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط المفرش، وبعد كده انزله تاني، واللي من الظهر دول ابقى ادخلهم بعد ما احط الازاز. بصوا يعني زي ما عملت كده. اتزولت شويه وتعبت شويه، بس عملته. ما هتعملي ايه طيب؟ ما انت ما فيش حد هينفعك، انت بايدك وبرجلك وبكل حاجه بتخلصي، ما حدش بينفعك، صدقيني ما حد بينفعك. يعني انا بقول لكم داخله في اسبوع عماله اقول له عايزه اشيل مفرش السفره، عايزه اشيل مفرش السفره، يقول لي حاضر ويطنشني، حاضر ويطنشني. رجاله اخر زمن يا اختي. ايه ده؟ ايه ده؟ لا كده ما ينفعش. شفتوا بقى، الست لما تعوز تعمل حاجه بتعملها، واحنا ستات شطار وحلوين وشاطرين، ولما بنعوز نعمل حاجه بنعملها. الغساله اهي اتملت زي ما شفتوا. هحط بقى المسحوق بتاعي وهبتدي انزل بمفرش السفره كده، هاخد له فمين 3 4 كده حلوين، وبعد كده اشيله. وهحط الدفايات اللي هشيلها بتاعه اوضه المعيشه، طبعا ميه نضيفه وزي الفل، مش مستاهله ان انا احط غسله تاني يعني. ده منظر الأوضة الجميلة بتاعة الأطفال بتاعتنا الجميلة، اللي مهما قعدوا فيها ما قعدوش فيها بلاقيها كده مزبلة، من الآخر مزبلة. عايزة أقول لكم، جوزي دخل الأوضة امبارح قال لي ايه منظر الأوضة ده، انتوا قاعدين في ايه؟ يعني عايزة أقول لكم انتوا معفنين. قعد يزعق للولاد عشان منظر الأوضة. قلت له خلاص 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 اهدى، انا هقوم اعملها. وفعلا رحت واخده بعضي بالليل، وابتديت كده بقى ايه، اشيل الدفايات. توسخوا خلاص، جابوا اخرهم، هحطهم في الغسيل على طول. عشان ايه؟ عشان برضو لما اعوزهم الاقيهم، لان انا ما عنديش غيرهم، والغيار التاني اللي هحطه دلوقتي. فعلى طول كده تلاقوني على طول باخدهم مع الغسالة، مش استنى، ما بحبش استنى. بس كده نفضت بقى هنفض كده السراير، وهفرشهم بالدفايات الجميلة بتاعتنا ديت، وهركب المخدات، وهنظبط الأوضة بتاعتنا. طبعا انتوا مش محتاجين اقعد اقول لكم بالظبط بعمل ايه، لاني مش اول مرة اعملها، بس انا موجودة في هنا عشان اشجعكم واحفزكم. فانت بقى لو وراكي حاجة قومي كده شغلي الفيديو وتشجعي كده وتحفزي، وقومي شوفي اللي وراكي وبطلي كسل، لان الجو اللي احنا فيه ده فعلا بيكسل بيكسل بيكسل، دي حقيقة يعني. فقلت بقى ما منهاش فايدة، وقومي يا بنت خلصي وروقي الدنيا كده وظبطي الدنيا. عايزة اقول لكم كمان حابة كده في الفيديو النهاردة اشكر كل اللي انضموا جداد للقناة، شرفتوني ونورتوني، وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم وكونوا فعلا بتستفادوا من الفيديو. بس انا زعلانة 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 حقيقي، بجد زعلانة، لان التفاعل قل جدا على الفيديوهات. بقالي كام فيديو كده مش عارفة ليه، مع اني يعني والله بتعب في الفيديوهات، وبتعب في التصوير، وبتعب في المونتاج،
وكل ده اساسا النت بيتاخد، يعني انا عماله اصرف 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 ومفيش حاجه داخله، وحياة ربنا ما في حاجه داخله لحد دلوقتي. فشجعوني كده يا جماعه وحفزوني، وادعموا كده القناه وشاركوا الفيديوهات وحطوا اللايك. بصوا يعني لو مش عايزين تعملوا حاجه حطوا لي لايك بس، اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي ناس كتير تشوفه، والمشاركه لما تشاركيه كده في جروبات ناس كتير برضو بتشوفه. فيعني اتمنى يعني ان انتوا تشجعوني وتحفزوني زي ما انا كده بصور وبتعب وبشجعكم وبحفزكم عشان تقوموا تشوفوا اللي وراكم. بصوا بقى ده شكل الاوضه بعد ما خلصتها، بصوا بقت زي الفل، يا ريت تفضل كده. نفسي اغمض افتح الاقيها كده من غير بقى ما اتعب ولا يطلع عيني ولا اكنس ولا امسح ولا اعمل اي حاجه، بس مين لازم يطلع عينينا ونحس عشان نحس ان احنا فعلا عملنا حاجه. تعالوا بقى نخش على المطبخ. كنت مطلعه لحمه مفرومه. هتعملي ايه يا هند؟ هتعملي ايه؟ قعدت افكر هعمل ايه. رحت جايبه كده زي ما انتوا شايفين بصلتين كبار كده حلوين معتبرين، وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه. بصوا بقى الاسعار بقت غاليه جدا والدنيا بقيت فظيعه، فالاكل كمان بقى حيره، مش عارفه تجيبي ايه وتعملي ايه زي كل يوم كده. يعني حتى يعني يوم ما بنيأس وبنقول مش عارفين ناكله ايه النهارده بنجيبه كيلو جناحه، وكيلو الجناحه كان ب70 جنيه، يعني دلوقتي زاد اكتر كمان. كنا بنعمله مع صينيه بطاطس خلص الحوار، او كنا بنسلقه ونعمل جنبه شويه ملوخيه خلص الحوار، فاهمني؟ دلوقتي ما فيش الكلام ده، الاسعار ولعت، ربنا يرحمنا ويهدي الحال كده علينا، والدولار ينزل شويه ويهدي الدنيا كده علينا. بصوا بقى انا بعمل ايه. انا بحب اضرب اللحمه المفرومه، لو هي متلجه هتفرفر كده وهتبقى حلوه معايا، لو هي عاديه يعني هتتماسك كده في بعضيها، بحيث ان انا لما احط لها البصل هيمسكوا في بعض يعني هيدخلوا كده في بعضيهم. فبحب اضرب اللحمه المفرومه من الاتجاهين يعني. تمام. ضربت بقى بصلتين كده حلوين وبعصرهم كده بالميه وخلي البساط احمدي. انا بعمل بايدي مش مستاهله بعمل بتاع دي اسمها ايه. بصوا عيني من البصل يا خراشي، مجرد ما بشم البصل بيكون حد عاطيني بنيتين في وشي ولا في عيني. بصوا بقى احنا هنعمل النهارده كفته بس بطريقه مختلفه شويه. اقول لكم انا عملت ايه. جبت اللحمه المفرومه بتاعتي، حطيت عليها بصلتين معصورين من الميه، ونزلت ببضايه، ونزلت ببهارات كفته، وكمان هحط شويه فلفل اسمر وشويه كزبره وشويه يعني معلقه صغيره وشويه قرفه. تمام. وبعد كده حطيت معلقتين كبار فيجيتار، وحطيت معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح كده مش كتير عشان البهارات الكفته بيبقى فيها ملح. خدوا بالكم من النقطه ديت، لان انا ملحت مني في مره ولقيت ان السبب ان هو بهارات الكفته بيبقى فيها ملح، فخدوا بالكم من النقطه ديت يا جماعه. هقلب بقى كده شويه، وبعد كده هعجن بايدي بقى. لازم تعجني بايدك الكفته عشان كلها تتمسك في بعضيها، ويا ريت تسيبيها شويه يا دلوقتي يا بعد ما تصبعيها. سيبيها شويه كده في الفريزر او في التلاجة حوالي نص ساعه كده، وبعد كده حطيها في الفرن. يا سلام يا سلام، هتاكلي احلى كفته والله بجد. انا بعد ما صبعتها وخلصتها حطيتها في الفريزر حوالي ساعه. هجيب بقى ميه البصل ديت، احط لها شويه زيت، وهحط لها شويه ملح، فلفل اسمر، شويه كركم، ولو عندك صلصه حطي معلقه صلصه، ما عندكيش كده زي الفل رضا وهيشتغل ومش هيقول لا. هقلبهم كده كويس في بعضيهم، وهجيب الصاج بتاعي وهصبع على المسنه بتاعه السكاكين. بحب اصبع عليها قوي. انت ممكن تصبعي بايدك عادي على فكره، بس انا بحب اصبع عليها الخرم اللي في النص ده اللي بيبقى مكانها بعد ما تطلعي الصبع، بيديها هشاشه كده بقى، انا بحب كده. جبت بقى الصاج بتاعي وحطيت كده ورقه زبده ودهنته زيت. تمام. وهبتدي بقى قبل ما احط اللحمه المفرومه بتاعتي الكفته بتاعتي على المسنه ديت، هدهنها الاول بالخلطه الزيت اللي احنا عاملينها ديت، عشان يبقى بالسهل كده تطلع معاكي الكفته من المسن. تمام. هبتدي بقى اصبحهم. انا بوريكم كده في 1 2، وبعد كده انا هكمل الكميه. مفيش اسهل منها. بتقفليها كده بايدك الاول، وبعد كده بتعمليها بصوابعك، وبعد كده بتطلعيها. خلص الحوار. بصوا شكلها جميله ازاي وحلوه ازاي اهو. عملت بقى الكميه ديت، طلعوا معايا دول، وده اخر صوبع.
هاخدهم زي ما هم زي ما قلت لكم كده، وهحطهم في الفريزر شويه. بس كده الكفته بقت جاهزه معايا. هغسل ايدي بس وهظبط كده الدنيا وهلم الدنيا حواليا، وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه تاني. بس قبل ما ادخلها الحبه الباقيين دول هحطهم على الوش، هدهنهم كده على الوش. ولو في منك زاد منك كتير، اول ما تحطيها في الفرن بعديها كده بحوالي 5 دقايق طلعي الصاج ودهنيها تاني. يعني كل 5 دقايق طلعي الصاج ودهنيها تاني، بيديها طعم رهيب والله بجد. بس انا دول كان اخر حبه فقلت مش مستاهله ادهنهم، وبعد كده ايه ادخلهم التلاجة. هنا عفوا. هنا بقى بغسل الطماطم بتاعتي اهو. و حابه اشكر بقى الناس الجميله اللي بتعلق لي على الفيديو على طول، حبايب قلبي، ام باسم وام فادي وسوسه وكوكي واماني ومين تاني مين تاني في كتير والله، بس دول اللي انا فاكراهم. يا رب ما انساش حد، فدول اللي انا فاكراهم، ما تزعلوش مني اللي هنساهم. اللي نسيتهم ان شاء الله ابقى اكتبهم كده في ورقه وبقولهم في كل فيديو عشان ايه ما انساش حد. ماشي. عشان ما حدش يزعل مني، كلكم حبايبي واخواتي. بس كده ضربت بقى الطماطم في الخلاط وحطيت حله على النار، وهجيب المصفى بتاعتي واصفي الطماطم بتاعتي زي ما معوداكم في اي طبيخ في اي حاجه بعملها. انا بحب اصفي الطماطم، بحب اصفيها جدا. بصوا اللي بيطلع منها اساسا البذر والقشر بتاعها بيطلع كله في المصفى. تمام. اول بقى ما تغلي غلوه كده هقلبها تقليبه حلوه، وبعد كده بقى ايه هحط بقى ايه قرن الفلفل دوت. يا سلام بقى لو حامي بقى، بس احنا ما بنحبش الحامي، فانا كل شويه بدوق وبشوفه حامي ولا لا، لان انا كنت شاكه في امره يعني. كنت شاكه في امره، بس الحمد لله ما طلعش حامي. فحطيت منه كده حته تدي طعم للصلصه بتاعتنا، وهقلب كده تقليبه حلوه. وما تنسوش تحطوا معلقه صغيره سكر، ما تمليهاش قوي يعني ممسوحه. وهحط مكعب مرقه خضار، وهنزل كمان بفلفل اسمر وشويه ملح مش اكتر من كده. وهسيبها بقى ايه، ههدي النار عليها واسيبها بقى ايه تتسبك كده وتحمر معايا وتبقى زي الفل كده. ما هي ما بتتسبك لونها بيحمر. تمام. هقلبها تقليبه حلوه وهدي النار واسيبها بقى ايه تعيش حياتها. بعد كده هحطهم في طبق، وخدت نفس الحله صبنتها وغليت ميه زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى اجيب المكرونه بتاعتي. هعمل بقى ايه مكرونه اسباجيتي. الولاد عندي بيحبوها جدا، وكنت عايزه اعملها بالصوبع زي ما هي، فقلت لا اقسمها نصين عشان ايه يعني يعرفوا ياكلوها. فروحت جايبه كده ده نص كيلو، بقيت اقسمه على جزئين واحطه في الحله كده زي ما انتم شايفين. اول ما الميه غلت حطيت لها شويه ملح مش اكتر. وفي ناس بتحب تحط مكعب مرقه، انا ساعات بحطه وساعات لا بصراحه، يعني حسب الغزاله، ساعات بحطه وساعات لا. المهم هنا كده بقى ايه هسيبها هي يا دوبك ما بتاخدش اكتر من 7 دقايق 10 دقايق بالكتير عشان ما تعجنش منك. انا بقى بحب اقلب فيها لاني لما بحطهم جنب بعض بيمسكوا كده في بعض وما بيتفككوش من بعض، فانا عشان ما يمسكوش في بعض بقلبهم على طول. بصوا بقى كده خلاص اتسلقت معايا كده، خدت 7 دقايق ونص بالظبط. تمام. هجيب بقى المصفى بتاعتي وهقلبهم في المصفى. تمام. هسيب النار زي ما هي مولعه، ههديها خالص واسيب النار اهي. وبعد كده هرجع بالحله تاني واحط فيها شويه زيت صغننين مش كتير. تمام. دول كانوا لازقين بس هيطلعوا على طول. بصوا بالمعلقه طلعوا على طول مش مستاهله يعني. بس هنزل كده بشويه زيت صغننين مش كتير، حوالي معلقه زيت. وهنزل بالمكرونه بتاعتي تاني بعد ما صفيتها كويس من الميه. النقطه دي بتخلي معاكي المكرونه مفرفره جدا وحلوه جدا وما تعجنش منك اهو. وزي ما معوداكم انا بحب اعمل الصلصه الاول وبعد كده احط المكرونه عشان ما اسلقهاش الاول وتعجن مني، فاهميني؟ انا بحب اعمل كده على طول المكرونه. وطبعا الكفته في الفرن بتستوي معايا. عايزه اقول لكم ان هي اول ربع ساعه كانت على نار درجه حراره 180، وبعد كده هديت النار خالص عشان تستوي وما تتحرقش معايا. هي ما بتاخدش وقت في الفرن اكتر من نص ساعه على فكره. بس كده هقلبها كويس كده كأنك بتشوحيها
هشوحها واقلبها كويس. وادي الصلصة بتاعتي. هنزل بقى على المكرونة بتاعتي، هنزلهم كويس، وبعد كده هقلب بقى المكرونة بتاعتي. ويا سلام يا سلام، عايزة اقول لكم طعمها كان زي العسل. تمام اهو. هقلب بقى بالمعلقة بتاعتي المكرونة كلها، خلي الصلصة كلها تدخل في المكرونة. في ناس بتحب تخلي المكرونة لوحديها والصلصة لوحديها، ويغرفوا كده الاطباق، وبعد كده كل طبق يحطوا عليه شوية صلصة. براحتكم، بس انا بستسهل وبحط كله على بعضه، يعني استسهال واحسن، يعني حطه كله على بعضه كده. بس كده هقلبها كويس جدا بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. بصوا بقيت جميلة جميلة جميلة، وبصوا مفرفرة وحلوة وجميلة. بس كده مش محتاجة حاجة تاني، هي يا دوبك بس ايه تسخن دقيقة بس، يعني انا لسه ما طفيتش النار، هتسخن دقيقة وبعد كده هطفي عليها. خلاص على كده. بصوا الجمال، انا بحب انزل المعلقة من تحت عشان تاخد الصلصة من تحت. بس كده هجيب شوكة صغيرة كده، سوكة لو وصلتي بقى معايا لحد هنا حطيلي لايك. هجيب شوكة كده وادوق بقى، محتاجة ملح، محتاجة حاجة، اشوف بقى، ندوق بقى واشوف كده. دوقوا يا بنتي يا هند، تعالوا دوقوا معايا، تعالوا دوقوا معايا يا ولاد. السلام اسيدي، مش محتاجة حاجة خالص، زي الفل. بس كده خلاص، هنطفي عليها وتعالوا بقى نغرف الاكل بتاعنا ونطلع الكفتة بتاعتنا. وقلت لجوزي وهو جاي يجيب لنا حاجة ساقعة. وادي شكل سفرتنا بقى، او طبليتنا، صينيتنا، شوفوا اللي يعجبكم تسموه ايه. انا بحب احط الترابيزه وبحط عليها الصينيه ديت، بلم الاكل كله في الصينيه. بصوا شكل الكفته بتاعتنا الجميله من تحت بقى ومن فوق، بصوا زي العسل، استوت من جوه وحمرت وبقت جميله وهشه وجميله. وادي مكرونتنا العسل، صبينا الحاجه الساقعه، نحطوا العيش بقى وتعالوا اتغدوا معانا. وبألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، انتظروني في فيديو جديد.